جبو قال ما ورايا قشتي ده شخص رهوال ما شهید هفرین خلف دا ام توایی شهید شورش آجن و توایی جانگوری هفجیان آزاد ببیرتینن و بجن خواه برانبری کسایت آوان ده تاوینن و ام سوزا بردام کرنا خط آوان ددن تا بگیجن آشیتیه و جواکک دموکراتیک اخلاقی پولیتیک تیدا آزادی آجن مسوگر ببه شورش ما نه تنه شورش لشگریه شورش جواکی سیاسی استراتژیک له همبری هشمندی داگر کردن قیر کردن تونه کردن تجاوز کردن و بن پیکردن ما فیجن کو ایرو دستلاداری دولت ترک و سرچاته و در حق گل ما و جنان و تما شاندن ده داگر کردن آخا باکر و جلات سوریه دا دولت ترک و چاته و به دار زوره خستن اراده آجن و گلا بن پی بکد ده شخص هفرین خلف دا یکو پیشانتیا جنا آزاد دکر خستن هزا جن تونه بکن لی ایرو به هزاران هفرین شو پاراستیه ده شوپینن او تو جاری را نوستن حتی کو عدالت پیکته شورش آمل سر کدا شهیدان آتیه آوا کرن به هزاران شهیدن و که هفرین خلف ام گیهاندن وان روژان دستلاداری نهای آوابویه طول جه شورش آجنه هلینن جبوه جی کسی کوجر تجاوزکار هاتم ابو شقرا آنیه سر قوت عسکری به وی آوایی دخوازن جاره کردن هویتی کشتن تجاوز و هر وکی دن زندی بکه جبونا و پیوست اف کسا نه وره ارکدار کرن وره جزا کرن جبونا و ام به توندی و بویاره شرمزار دکن به تو آوایی قبول ناکن ام وکر خستان آجن کنگرستار ای کانتون فرات باجار کوبانی وانگل ماف مروفان ریخستان آجنان و سازی دامندی دکن کو وی کسی جزا بکن و ام حتی داویه تکوشین آخواه مزم بکن حتی کو ام حساب جو کوجر هفری خلف بخوازن و ام بانگل تواهی جن جهان دکن کو لهمبر وی کسی رابن داوی داجی کسین کوجر کسی کو دست خواه دخوینان ده جن و زاروک مدا هی جای خواه دناو مدا تو نایا تو آوایی اموان قبول ناکن. بيان إلى رأي العام بروح المقاومة والنضال الشهيدة هفرين خلف نستذكر نضال كافة الشهيدات الثورة المرأة وكافة المناضلات من أجل العيش المشترك الحر وننحني أمام تضحيتهن وبطولتهن ونعيدهن بمواصلات النضال حتى تحقيق الحرية والديمقراطية والسلام والتأسيس وبناء المجتمع الديمقراطي الأخلاقي سياسي يضمن فيها حرية المرأة أساسا. ثورتنا ليست ثورة عسكرية فقط، هي ثورة اجتماعية وسياسية واستراتيجية ضد عقليات الاحتلال والإبادة والتدمير والاغتصاب والانتهاك حقوق المرأة التي تمارسها اليوم دولة احتلال التركية ومرتزقتها ضد شعبنا. إن الدولة احتلال التركي ومرتزقتها تقمع حرية المرأة وحرية المكونات بالقوة في منطقتنا والمحتلة، وتستهدف النساء المناضلات في منطقتنا بالطائرات المثيرة وكافة الأشكال الحرب الخاصة أضعافا تنظيم المرأة وتدمير قوة المرأة التي تكمن في وحدتها وتكتيفها. ولكن بنضال والإصرار المرأة في شمال وشرق سوريا ومثل الشهيدة هافرين خلف شهيد السلام شهيد الياسمين وآلاف من الشهيدات الحرية أصبح لدينا تنظيمات للمرأة وآلاف من الرفقات اللواتي يسرن على طريق الحرية والحقيقة ولن يوقفنا أي عائق حتى تحقيق العدالة الاجتماعية. لقد تأسست وبنيت ثورتنا على نضال وتضحيات آلاف الشهيدات، ولكن ما نراه من الحكومة الحالية في دمشق وكأنها تنتقم من ثورة المرأة، وذلك بتعيين مجرم الحرب والقاتل المغتصب كحاتم أبو شقرة قائد الفرقة 68 في دير الزور ورقة وحسكة، وكأنها مكافأة على إنجازات الإرهابية لتجبير أكثر ويتعمق بالقتل والخطف والاغتصاب أكثرا. إننا كمؤتمر ستار في مدينة كوباني نطلب منظمات والحركات النسوية ومنظمات الحقوق الإنسان والمجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الحق ومحاسبة حاتم أبو شقرة قاتل الشهيدة هافرين خلف شهيد السلام وتقديمها إلى عدالة ومحكمته إلى جرائمه الوحشية
أمام المحكمة الدولة. وكذلك أمرنا كنساء توقيتات للحرية والديمقراطية والعدالة، نطلب بجانب محاسبة المجرم حاتم أبو الشقرة محاسبة كل من تلطخ أيديه من الإرهابي بدماء المدنيين الأبرياء من النساء والأطفال في شمال وشرق سوريا والساحل السوري وكافة المناطق. مؤتمر ستار مدينة كوباني. شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن، شهيد نامرن، جن جيان آزادي، جن جيان آزادي.